بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان دخل علينا، يعني سحور يعني فطار، سحور يعني زبادي. ان شاء الله يعني هنعمل النهارده زبادي نوعين. زبادي اللي هي بالمربى الفاكهة اللي بتبقى من تحت فواكه ومن فوق زبادي، وهنعمل برضو الزبادي السادة. كل اللي هحتاجه معايا لبن. انا هنا معايا نص كيلو لبن، غليته وبرد وبعدين دفيته حاجة بسيطة كده زي ما بيقولوا عليها زي دمع العين. ومعايا كمان هنا استخدمت الخوخ قطعته، قشرته وقطعته، حطيت عليه يعني دي خوختين مثلا، حطيت عليهم 3 معالق كبار سكر وسبتهم لحد ما يستووا كده. ممكن تستخدمي كمبوت الخوخ، ولو عايزه طريقه كمبوت الخوخ هتلاقي اللينك تحت في الوصف. ومعايا هنا الزبادي، واحده علبه زبادي اللي هي الخميره بتاعتي. هبتدي على طول. كل اللي انا هعمله هنزل علبه الزبادي، مش كلها عشان عامله نص كيلو بس، خدت حوالي 3/4. هدوبها في اللبن بتاعي اللي انا قلت زي ما قلت هو دافي زي دمع العين، دافي فاتر، يعني مش دافي، كمان اقل من فاتر بحاجه، حاجه بسيطه. الزبادي اللي انا هعملها ساده اصب فيها كده الحليب بتاعي اللي انا دوبت فيه الخميره الزبادي. اما اللي انا هحط فيها فاكهه، هحط بقى الفاكهه من تحت كده. ممكن تستبدلي الفاكهه بفراوله او توت او مانجا، اي فاكهه تحبيها. طبعا الفاكهه هترسل تحت، ما ينفعش فاكهه مش مستويه هتحمض معاكي، لان الزبادي هتقعد معايا ليله كامله او من الصبح بالليل. انا هنا نسيت احط الفاكهه، ممكن بس انزلهم تاني. احط الفاكهه بتاعتي زي اللي هي الزبادي اللي بنشتريها، بتبقى فيها فاكهه من تحت، في منها بالخوخ والمانجا وفي بالتوت. بصراحه بتبقى غاليه قوي. الزبادي الساده بقت 175 قرش، يعني غاليه. هجيب معلقه حله او صينيه، وهدلق فيها ميه بتغلي، ميه بتغلي، وبعدين هرص الزبادي بتاعتي كده، اغطي الحله زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هعمل ايه؟ اكون مسخنه الفرن بتاعي، مسخناه مش سخن سخن درجه حراره عاليه، مسخناه سخونيه كده على الخفيف على الهادي. وبعدين هدخل الحله بتاعتي فيه. بتاخد وقت من 4 ل6 ساعات. ممكن اعمليها بالليل والصبح ان شاء الله هتلاقيها جاهزه، تطلعيها تحطيها في التلاجة هتلاقيها تمام ان شاء الله. اول ما تجهز الزبادي بتاعتنا هوريها لكم. صباح الخير عليكم. انا جيت بعد ما الزبادي بتاعي بقى تمام جمدت، وكنت حطيتها الصبح بدري في التلاجة. انا سبتها من يعني تقريبا طول الليل، من كان حوالي الساعة 12 او 1 لحد الصبح بدري، حطيتها في التلاجة. هي جمدت معايا اهي. ده السائل هو البروتين اللي بيبقى على وش الزبادي، ما يترميش طبعا لانه مفيد جدا. ودي الزبادي بتاعتي جامدة. دي الزبادي اللي احنا كنا عملناها بالخوخ، وزي ما قلنا ممكن نعملها بمربى فراولة او اي فاكهة نحبها. ودي الزبادي السادة.
تمام. عشان لو ما عندكيش جهاز انت ممكن تعملي الزبادي عادي في البيت خالص بدون جهاز. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.